دخل الجون الاول قلنا ماشي، دخل الجون الثاني قلنا وماله، الثالث معلش، الرابع ليه، الخامس ازاي، السادس ايه ده، 6 جوان ليه، 6 جوان، 6 جوان ليه، بنلعب بينج بونج. واحد صاحبي دخل يقول لي ايه اليافطه دي كلها وده تشكيل، قلت له تشكيل ايه، ده الجوان، دي اللعيبه اللي جايبه جوان، من غير عصبيه ولا اي حاجه. معلش ده ماتش، ده ماتش تلعبوه، انتوا مسافرين فرنسا كنتوا ليه رايحين تجيبوا جبن؟ انت عارف سفيان رحيمي ده اللي هو جايب الجوان دي النهارده ومبدع في الماتش وشايل منتخب المغرب على كتفه، موسيماني قال له نو انا مش عايزك. اتعرض عليه قال له لا مش ده اللعيب اللي ايه اللي احس ان هو مهاريا يديني اللي انا عايزه. جاب لنا ميكي، عارف ميكي سوني، راح جابه قال لك بس ميكي سوني ده هو ايه الطفره، ده عيل ايه دمه خفيف وعسل كده، مطلعه من ثالثه اعدادي من مدرسه السعديه جنوب افريقيا، هيجي يقضي معانا بص ماتش ميسي، هيجيب لك جولين في الماتش الواحد، لعب معانا فعلا ماتش عمل فيه كل حاجه. باقي الماتشات كان عنده دروس ثالثه اعدادي تقريبا ما جاش، المستر تقريبا كلمه وقال له يا ابني ما بتحضرش ليه. وكابتن حمزه علاء كل لما يجي جون علينا يطلع يجري على الدفاع، ما تصد يا كابتن، بدل ما تجري على الدفاع ما تجري على اكل عيشك يا كابتن، اجري على الكوره بدل ما تجري على الدفاع. وكابتن حسام عبد المجيد عامل لي فيها خلاص بقى، فاهم انت ايه، دي بروينا واقف لك في خط الدفاع ورا، حبكت بقى المهارات يبينها لنا دلوقتي، حاسسني رونالدينهم. كابتن النني، انا عندي طلب قد كده ليك من اخوك الصغير، احلى يا كابتن احلى، ما فيهاش حاجه ولا حاجه تضايق ولا حاجه هتغير لك الستايل، احلى يا كابتن، انا متاكد دي مزاولاك وانت بتجري، فشيلها. المغرب نازله عارفه هي نازله تعمل ايه، سايبانا عمالين نهاتي الاول في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس، ولا كانها غيارات عربيه، والجمهورين قاعدين قبل الماتش واقفين على الواحده للعيبه. كريم الدبيس يعمل كوره يقول لك بص كريم الدبيس مخسرنا، وشوفوا بقى لعيبه الاهلي، يجي كابتن احمد سيد زيزو يعمل كوره غلط يقول لك بص زيزو ايه ده منظر لعيبه الزمالك. بصراحه الماتش خذلونا وعرونا والله وعرونا وخلوا منتخب مصر ما بقاش منتخب مصر، ده فريق بيلعب في الشارع احسن منهم، ولا لعيبه ملتزمه ولا عندها روح ولا نازله. يمكن لعبوا قدام فرنسا ممتازين وكانوا ممكن نكسب فرنسا، لكن داخلين المغرب فرقه قويه وكانت تقدر تغلب وتاخد على المركز الاول والثاني الماتش اللي فات، بس للاسف هم خسروا. بس بصراحه منتخب انا يعني اؤسف ان مش حارس المرمى بس اللي هيشيلوا الماتش، اللعيبه كلها فين الدفاع فين الهجوم، مفيش حاجه خالص. وحتى اللي بيقول لك زيزو عمل ايه للمنتخب، ولا زيزو بيلعب في الزمالك بس، والكور اللي بتضيع منه في المنتخب بيجيبها اجوان في الزمالك، ما عندوش روح في المنتخب. انا بتكلم اللعيبه دي لا انت اللعيبه دي صراحه انا اؤسف. النتيجه الكاسحه والهزيمة القاسية 6-0 بينتصر فيها المنتخب المغربي على منتخب مصر، وبيحرز رسميا الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، وبيرجعوا بلدهم وهم منتصرين ومسجلين عدد أهداف كبير ومحترم جدا جدا، ومعاهم برونزية على الأقل. المنتخب المصري بيرجع ولكن بحفاي حنين، رجع لا وراه ولا قدامه اي حاجه، وكأن كل الماتشات اللي عملناها راحت هباء منصورا. الاعلام المصري عزيزي المشاهد حرفيا في حاله صدمه وانهيار ومفاجاه، بالاخص ان هم كانوا معتقدين ان المنتخب المصري قادر وبشكل كبير ان هو يفوز على المنتخب المغربي، في حين ان منتخب المغرب كشف عن وجهه الحقيقي، وجه أسود الأطلس في المباراة. أنا فعلا شفت منتخب المغرب يقدم مباراة عالمية، من أول دقيقة لحد آخر دقيقة بيسجلوا أهداف. 6-0 أكبر نتيجة في أولمبياد باريس. أحسن منك ولا منا علشان يفوزوا عليكم بالنتيجة دي. إيه النتيجة دي؟ ايه اللي احنا شايفينه ده؟ دي قلة ادب يا جماعة، ده ملهاش تفسير واحد غير ان ده قلة ادب كروية. ولكن هم فازوا عليكم ليه؟ اقول لك انا فازوا عليكم ليه؟ لانهم وطنيين وبيحبوا بلادهم، عندهم ناس بتشتغل لصالح المنظومة الكروية، بينما احنا عندنا ناس الحقيقة برضو لا تستحق ان ينسب ليهم انجاز ان هم فازوا ببطولة في الاولمبياد، لا يستحقوا يا جماعة. احنا سيبنا كل حاجة في حياتنا، واليومين اللي فاتوا لما كسبنا مباريتين اصبحنا ابطال، ونمشي بقى حسام حسن ونجيب المدرب بتاع المنتخب الاولمبي يمسك المنتخب الاول، ده بركات هو اللي جاب المدرب يفتخر، ده حازم امام هو اللي جاب المدرب الناس تفتخر له، ونسوا ان في حاجه اسمها منتخب مصر. في المقابل ان منتخب المغرب عنده عضو ولا رئيس اتحاد كوره بيشتغل لصالح بلاده، عنده لعيبه في
في المنتخب الاول سفيان رحيمي واشرف حكيمي اللي هم النجوم سابوا انديتهم وهم يلعبوا في المنتخب الاولمبي، بينما احنا عندنا النجوم بيحبوا مصلحتهم، هم عندهم ناس بيحبوا بلادهم وبيحطوا بلادهم في المرتبة الأولى، وإحنا عندنا ناس بتحب مصلحتها، عندنا أندية بتحب مصلحتها، عندنا لعيبة محترفة بتحب مصلحتها. أنا مش شايف له غير حاجة واحدة، إن هم بيحبوا بلادهم وإحنا ما بنحبش بلادنا. مش عايز اقول كلمه خونه لانها كلمه صعبه، ولكن هم بيحبوا بلادهم. عندهم رئيس اتحاد كوره بيشتغل لصالح بلادهم، عندهم لاعيبه. اشرف حكيمي نجم النجوم ساب فريقه باريس سان جيرمان وجه لعب. سفيان رحيمي ساب العين اللي هو واخد لسه دوري ابطال اسيا وجه لعب مع المنتخب الاولمبي. بينما احنا عندنا ناس لا انا ماليش لاعب، عندنا انديه جماهيرها عماله تطبل لها على السوشيال ميديا سواء هنا او هنا. احنا اصبحنا لا نحب المنتخب، احنا اصبحنا لا نحب بلادنا لما شوف نتيجه زي كده. دي قله ادب. انتوا كلاعيبه مش عايز اظلمهم، ولكن انتوا مفيش نظام ليكوا، هتلعبوا ازاي؟ 0 وخساره كارثيه مهينه لمنتخب مصر، وخروج بصراحه غير مشرف من الاولمبياد السنه دي. انا يعني الواحد برضو ما كانش متوقع انه يكون قدام المغرب يطلع ب6. انا قلت لو الحظ معانا هنطلع ب2. منتخب المغرب بيقدم بطوله كبيره جدا 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 الاولمبياد دي بصراحه، وانا كنت متوقع له النهائي اصلا، لكن وقع معانا في الثالث والرابع. لكن في فرق كبير في المستويات ما بين المنتخبين، فرق كبير قوي بين منتخب المغرب في البطوله وفرق كبير بين منتخب مصر. منتخب مصر اللي ما عندوش اي منظومه، واحنا ناس بنشتغل كده هلهلي زي ما بيقولوا، وما تستناش من المنظومه دي اللي هي تنتج لك شيء من منظومه كره القدم. لكن المغرب فريق منظم ومنظومه منظمه وفرقه. المنتخب الكبير بيوصل للنهائيات، المنتخب الصغير يعني المنتخب الكبير يعتبر من اقوى الفرق في افريقيا. منتخب الاولمبياد بيقدم بطوله كبيره جدا 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 جدا، يعني بناء عليه طبيعي ان المنتخب المغربي انه يكسب. ولكن اللي مش طبيعي المستويات اللي بنقدمها سواء في المنتخب الكبير او في منتخب الاولمبياد. فعلا مستوى منتخب مصر في انحدار مستمر. مش دايما هتمشي بالفهلوه، ولا دايما هتمشي كده بالشطاره، ولا دايما الحظ هيخدمك في كل البطولات ولا في كل الماتشات. مش دايما هتلاقيها عدت. والبطوله الماتش بتاع المغرب بتاع النهارده ده، انت لو كان الحظ خدمك كمنتخب مصر كنت تطلع خسران 2-3 مش 6. ده لو كان الحظ معاك، لكن انت عشان الحظ مش معاك وعشان المنظومه اللي احنا فيها 6 دي كانت ألم محترم